عكس الزيتون المغربي الملوث بمستويات عالية من مبيد كلور بيريفوس الحشري الغير المرخص في الاتحاد الأوروبي الذي يباع ب100 درهم للتر الواحد، نجد أن إسبانيا المنافسة الشرسة تبيع زيتها البكر في الأسواق بمبلغ لا يتجاوز 50 درهما للتر الواحد. وقد سبق وأن دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط التنبيه الذي أطلقه نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف الإسباني بشأن الزيتون المغربي الملوث وآثاره الصحية الوخيمة على صحة المستهلك المغربي، الذي أضحى قلقا ويتساءل عن مدى سلامة الزيتون الذي يباع في الأسواق المحلية، خصوصا وأن 80% من زيتون المائدة الذي يباع للمغاربة لا يخضع للمراقبة ويتم تسويقه بعيدا عن الرقابة. وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعز الخراط أنه يتم استخدام مبيدات حشرية إما بكميات كبيرة أو ممنوعة على الصعيد العالمي، سواء خلال زراعة وسقي أشجار الزيتون بالمغرب.